ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشتغل مع بعض النهارده الدرس الثالث، اخر درس عندي في يونت 2، واللي بيكلمني على الجرافيتيشنال فورس. خدنا المره اللي فاتت واللي قبلها الالكتريك فورس والمagnetic فورس وعرفناهم، ده الدرس الاول والثاني في يونت 2. النهارده هنخلص مع بعض يونت 2 خالص في الدرس الثالث. يلا نشوف مع بعض الدرس الثالث بتاعنا النهارده بيكلمني على ايه. درس النهارده بيكلمني على جرافيتيشنال فورس زي ما اتفقنا. طيب قبل ما ابدا اول الدرس بتاعي لازم اول حاجه اعرف انواع الفورس بتاعتي. انا كان عندي الفورسز عباره عن نوعين، يا اما فيلد فورس يا اما كونتاكت فورس. يعني ايه فيلد فورس؟ قال لي ان دي الفورس اللي بتجذب الاوبجكت without touching، من غير ما يلمسوا بعض. ازاي؟ يعني فاكرين درس الماجنتس اللي احنا كنا شارحينه الدرس اللي فات؟ ارجعوا شوفوه تاني. قال لك ان المفروض كان في تو ماجنت، اللي المفروض لما كنت بلمس الجزء النيجاتيف مع البوزيتيف او النورث والساوث مع بعض، اللي كان بيحصل كانوا بالتالي بيتقابلوا مع بعض. طيب كان في بيتقابلوا بتاتشنج؟ لا، انا لو عملت كده هم بيتقابلوا عادي اهم، انا حاسه بالمجال بتاعهم. معنى كده ان دي في فيلد فورس، القوه بتاثر بيزود تاتشنج. يعني لو انا عملت من هنا، قال لك بيبعد عن بعضه، ادي القوه اهي خليته يتحرك سن على ايدي اهي ويلف كمان. معنى كده ان فعلا في فيلد فورس اثرت عليه من غير ما يحصل اي تاتشنج، ودي اسمها المagnetic فورس. طب تاني حاجه، قال لي تاني حاجه دي زي الالكتريك فورس او سوري الالكتروستاتيك. الالكتروستاتيك اللي احنا واخدينها قبل كده. لما ارجعوا برضو للحلقه تاني، وكنت بعمل ايه؟ قال لك جبت المفروض اللي هي الاله اللي كانت معايا او الماسوره اللي كانت معايا شويه، ولما عملتها بالوول، البيس اوف وول، قطعه الصوف، وبدات ان انا احكها او قلت لك بالونه على شعرك وقربتها من الورق، حصل لها اتراكشن ولا ما حصلش؟ حصل اتراكشن. هل كان لازم يلمسوا بعض؟ لا. معنى كده ان هنا برضو في فيلد فورس. طيب اخر حاجه عندي قال لي دي الجرافيتيشنال فورس. ايه الجرافيتيشنال فورس دي؟ يعني لو انا جبت الازازه دي اهي، مش المفروض هي زي انا بدات اوقعها، معنى اني وقعتها ان اثرت عليها القوه بفورس ولا ما اثرتش؟ اثرت. هل كانت لازقه فيها؟ لا، انا عامله الازازه اهو، ولما اسيبها وقعت على الارض. سمعت الصوت؟ هي دي بالظبط الجرافيتيشنال فورس. يبقى تاني، الفيلد فورسز عباره عن ايه؟ قال لي يا مس نغم عباره عن القوه اللي بعملها without تاتشنج. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك الالكتروستاتيك، لما قعدنا نعمل رب للحاجه وقربناها من على بعد، قال لك لا مسكت فيها، معنى كده كان ليها تاثير without تاتشنج. طيب الماجنتيك اللي احنا لسه عاملينه، الجرافيتيشنال فورس اللي احنا لسه شايفينها، كل ده فيلد فورسز. طبعا الناحيه الثانيه الكونتاكت فورس زي ايه؟ قال لي دي الفورسز عشان تبين لازم الاثنين ياثروا على بعض، يحصل لهم تاتشنج. طب ازاي؟ اول حاجه عندك زي الفريكشن. ازاي؟ زي مثلا في كرسي قدامي اهو، الكرسي ده او المسند اللي انا مطلعاه ده اوريدي موجود اهو، انا ما اثرتش عليه بفورس اهو، انا سايباه خالص اهو. هل هو اتحرك؟ قال لي لا ما اتحركش. طب هيتحرك امتى؟ لما انا اوريدي بايدي ابتدي احركه من مكان لمكان. هي دي بالظبط الفريكشن، حصل احتكاك ما بين الكرسي والارض او ما بين الكرسي وايدي. طيب دي اول حاجه. طب تاني حاجه زي ايه؟ قال لك الكولاجين. يعني ايه الكولاجين؟ الاصطدام. يعني لو انا جايبه عربيه اهي صغننه جميله اهي، وعربيه تانيه صغيره جميله اهي، وبدات المفروض ان انا هحركهم في نفس الاتجاه، ايه اللي هيحصل؟ الاتنين هيخبطوا في بعض. قال لك ده بالظبط اسمه ايه؟ اسمه كولاجين. اسمه ايه؟ كولاجين. يبقى انا دلوقتي عندي في الكونتاكت فورس خدنا الفريكشن وخدنا الكولاجين. اخر حاجه عندي الالاستيسيتي دي زي السوسته. لو انا دلوقتي جبت السوسته دي، بس نعتبر ان هي السوسته الناشفه، يعني السوسته دي مش هتنفع، المفروض ان انا لما بضغط عليها كده بتلاقي ايه؟ حصل لها ان هي اتمددت معايا تاني او رجعت لمكانها الطبيعي تاني، زي سوسته القلم لما بنضغط عليها كده مش بترجع تاني. هي دي بالظبط الالاستيسيتي، المرونه. لازم اثر عليها بفورس عشان تبتدي ترجع لمكانها تاني. نراجع بقى اللي احنا خدناه. خدنا اول حاجه الفورسز عندي كام نوع؟ نوعين، يا اما كونتاكت فورس يا اما فيلد فورس. طب الكونتاكت فورس زي مين؟ اللي احنا لسه قايلينهم، يا اما كولاجين يا اما فريكشن يا اما الاستيسيتي اللي هي المرونه، اللي هي السوسته اللي احنا لسه شايفينها، او سوسته القلم اللي قلت لكم عليها. طيب الفيلد فورسز، قال لي لا الفيلد فورسز ده عندي ثلاثه غيرهم يا مسنغم، اللي هم مين؟ لسه قايلين الجرافيتيشنال فورس والمagnetic فورس والالكتروستاتيك فورس. فيهم حاجه صعبه كده؟ لا. طب تعالوا نشوف اللي احنا خدناه ده. او قال لك ان الفورسز بتتقسم لحاجتين، تايب اوف فورسز اهو، كونتاكت فورس وفيلد فورس. او قال لك ان الفيلد فورس الاوبجكت اوفر سيرتين ديستانس ويزاوت تاتشنج، يعني الاوبجكت بيأثر من غير ما يحصل اي تلامس. لكن الكونتاكت فورس قال لك لا، دي الفورسز بتأثر على الاوبجكت وين زي تاتش، لما يلمسوا بعض. وادي الاكزامبل اهو، زي قال لك زي الالكتروستاتيك، زي المagnetic فورس والجرافيتيشنال فورس ده في الفيلد. طب في الكونتاكت قال لك زي الكولاجين، الفريكشن، الالاستيسيتي.
اللي هي المرونه بتاعت الحاجه، ومديولك بالنبله بتوع اللي كنتوا بتلعبوا بيها زمان وانتوا صغيرين دي. طيب ادخل بعد كده على الجرافيتيشنال فورس. قال لك المفروض ان انتوا عارفين مين اللي اكتشف الجرافيتي؟ العالم اللي كان واقع على راسه تفاحه، العالم اسحاق نيوتن. قال لك العالم اسحاق نيوتن هو اللي اكتشف الجاذبيه فعلا، وبعد كده حطوا اليونت بتاعه الجرافيتي اصلا بنيوتن عشان يكرموا اسمه بعد وفاته، يعني زي العلماء اللي احنا خدناهم قبل كده. طيب قال لك ان العالم اسحاق نيوتن ده عنده اكتشافات عظيمه جدا، لانه برضو الوحيد اللي اكتشف او اول واحد اكتشف ان الاوبجكت كلها لازم بيأثر عليها فورس. كل اوبجكت بيأثر عليها ايه؟ فورس. مش فاهم يا مس نغم؟ يعني دلوقتي انا واقفه اهو، مش المفروض انا متأثر عليها بقوه؟ مين؟ الجرافيتي. قال لك انه اكتشف ان القوه دي بتأثر عليها، هو اللي اكتشف ان الجرافيتي بتأثر على كل الاوبجكت. طب وايه كمان؟ هتفهموها بالدرس. طيب احنا اتفقنا دلوقتي الازازه دي هتعمل معانا دور حبه. اول حاجه خالص احنا اتفقنا ان انا عندي حاجه اسمها ايه؟ الجرافيتيشنال فورس. قال لك ان الجرافيتيشنال فورس بتاعت الارض، كوكب الارض، لو انا دلوقتي جيت وقعت الازازه دي زي ما قلت، مش دي كده توقع؟ وقعت بسبب انهي قوه؟ بسبب قوه الجرافيتي. طيب المفروض لما وقعت مش في فيلد حواليها، في مجال حواليها؟ قال اسمه الجرافيتيشنال فيلد. يبقى اسمه ايه؟ الجرافيتيشنال فيلد. طيب قال لك ان المفروض ان الفيلد ده بمثله بحاجه اسمها جرافيتيشنال فيلد لاينز، بخطوط، زي ما كنا بنمثل اللي قبل كده المagnetic فورس والالكتريك فورس، مثلناهم بخطوط لو تفتكروا. ارجعوا شوفوا الحاجات دي تاني عشان تفتكروها. طيب لو انا دلوقتي معايا الازازه دي، يبقى انا دلوقتي اتاثر عليها بأنهي قوه؟ بالجرافيتيشنال فورس. طب المكان اللي وقعت فيه او المجال ده اسمه ايه؟ الجرافيتيشنال فيلد. طيب الخطوط اللي بمثلها بيها اسمها ايه؟ جرافيتيشنال لاين. ايرث جرافيتيشنال فيلد وايرث جرافيتيشنال لاين. طيب اللي هم مين اهو؟ قال لك الايرث جرافيتيشنال فورس دي الفورس اللي بتاتراكت الاوبجكت towards the center of the earth. طيب الايرث جرافيتيشنال فيلد قلنا لا، دي السبيس اللي فيها الجرافيتيشنال فورس بتبتدي تظهر وتأثر على الاوبجكت عشان توصل للارض. طيب احنا كده اتكلمنا على الايرث جرافيتيشنال فيلد، هنتكلم بقى على الايرث جرافيتيشنال لاينز. قال لي دي لاينز بتمثل لي الجرافيتيشنال فورس. ازاي؟ انا عندي اهو الكره بتاعتي اهي، قال لي ان اللاينز دي لازم بتعدي كلهم في السنتر بتاع كوكب الارض اهي. المفروض ان انا عندي الكره اهي او الكوكب الارض بتاعه، قال لك لازم كله بيعدي في السنتر بتاعها، يعني لازم بتعدي كده 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 كده، كلهم لازم بيعدوا في السنتر بتاعه عشان اقدر اقول ان ده جرافيتيشنال ايرث لاين صح. طيب ندخل في اللي بعده. قال لك ان المفروض ان انا عندي حاجه اسمها الميوتوال جرافيتيشنال فورس. قال لك ان انت عندك ان الجرافيتيشنال فورس بتاعتك بتعتمد على حاجتين، حاجه اسمها ماس وحاجه اسمها ديستانس، ودي احنا واخدينها من زمان. قال لك ازاي؟ قال لك ان اي اوبجكت، مش شرط ان الارض بس هي اللي بتاثر على كل اوبجكت بجرافيتي. قال لك ودي الحته كنت بقول في الاول بتاعت اسحاق نيوتن، انه اكتشف ان كل قوه عندك لازم كل الاجسام بتاثر عليها بفورس. قال لك ازاي؟ انا دلوقتي عندي ماس صح، والمفروض القلم ده عنده ماس صح. قال لك ان في فورس ما بيننا، في قوه ما بيننا. طب القوه دي انا ليه مش حاسه بيها؟ لا هو بيشدني ولا انا بشده. قال لي عشان قوه الجرافيتي اللي موجوده اقوى من قوتي انا وهو، فبالتالي ما بحسش بيها. يبقى اي اوبجكت في الدنيا عنده ماس، اي اوبجكت عندهم ماس لازم بيكون ما بينهم فورس. تمام كده؟ طيب قال لك ان انت عندك ان الجرافيتيشنال فورس بتاثر بحاجتين، الماس والديستانس. طيب قال لك كل ما الماس بتزيد الجرافيتيشنال فورس بتزيد، يعني كل ما الماس ما بين التو اوبجكت بيزيدوا كل ما الجرافيتي بتزيد. طب الديستانس؟ قال لك لا، الديستانس العكس، كل ما الديستانس زادت بدات الجرافيتي تقل. يعني دلوقتي لما اجي اقول لك دلوقتي انا الجرافيتي ما بيني انا والقلم اكبر ولا الجرافيتي بيني انا والكائن ده؟ قال لك لا، ده اتقل، معنى كده ان ده اكبر في الماس، معنى كده مين هيبقى فيه قوه جرافيتي بيني وبينه اكبر؟ قال لك هو الجهاز ده او الاله دي. طيب لو جيت دلوقتي قلت لك مين عنده ديستانس اكبر، مين الديستانس بتاعته اكبر؟ انا دلوقتي القلم بعيد عني خالص اهو، هل الجرافيتي فورس اللي ما بيننا دلوقتي اكبر ولا لما اقربه شويه؟ لا لما اقربه. يبقى معنى كده ان كل ما الديستانس زادت الجرافيتي قلت، وكل ما الماس زادت الجرافيتي زادت. لازم ناخدها معانا قانون كده، هنخلص حته صغيره ونرجع نراجع كل اللي قلناه تاني. ايه دي الجرافيتيشنال فورس؟ قلنا بتعتمد على ايه؟ على الماس بتاعت الاوبجكت وعلى الديستانس. ايه دي اهو القوه هنا متمثله بايه؟ بالجسمين الكبار دول والجسمين الصغيرين، من غير ما نشوفه من غير ما نقرا. مين عنده جرافيتي اكبر؟ المفروض هيبقى شكل مين؟ واحد طبعا، لان الماس عنده اكبر، وقلنا كل ما الماس بتزيد الجرافيتي بتزيد. اهو قال لك ان هو عندهم مور اتراكشن لكن ده عنده ليس اتراكشن. طب اتفقنا يا مس نغم ان كل ما الديستانس بتزيد الجرافيتي بتقل. اهو قال لك الاوبجكت دول هيبقى عندهم
ما انا موحده الماس زي بعض. لما الديستانس زادت هنا وهنا، هنا عنده جرافيتي اكبر ولا هنا؟ لا يا مس نغم، عنده هنا جرافيتي اكبر. ليه؟ لان احنا قلنا كل ما الديستانس بتزيد الجرافيتي بتقل، على عكس الماس كل ما الماس بتزيد الجرافيتي بتزيد. اهو ده عنده مور اتراكشن فورس ما بينهم، ده عنده لسه اتراكشن فورس ما بينهم. اتفقنا كده؟ يا رب الجزئيه دي تكون مفهومه. هنا راح مديني نوته مهمه جدا جدا جدا، قال لي ان الاوبجكت الكل الاوبجكت بيتاثر عليها بجرافيتيشنال تاني. هنا قال لي ان كل الاوبجكت بيتاثر عليها بجرافيتيشنال فورس. مالها؟ قال لي ايكوال في مين؟ في الماجنتيود، يعني كلهم قد بعض بس متساويه. مختلفه في ايه؟ قال لي مختلفه في الدايركشنز، في الاتجاه بتاعها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في فورس مؤثره ما بيني انا والاوبجكت ده، قال لك ان الفورس اللي بتاثر علينا انا وهو بتبقى متساويه بالظبط، هي بنفس الجرافيتيشنال فورس، بس مختلفه عكس مين؟ عكس بعض في الاتجاه. يعني هي لو بتاثر على القلم في الاتجاه ده بتاثر عليها في الاتجاه ده، وقلنا عشان كده برده ما بيحصلش اتراكشن. طيب قال لك الانكريز as the masses of the two objects increase، ودي لسه واخدينها، والديستانس لما بيحصل لها decrease الجرافيتي بتزيد. طيب لحد هنا تمام. عايزين ندخل بقى على الحقائق او الاستخدامات بتاعه الجرافيتيشنال فورس دي في الطبيعه. قال لك هنتكلم النهارده او هنتكلم دلوقتي على الامباكتس بتاعه الجرافيتيشنال فورس، الحقائق بتاعه الجرافيتيشنال فورس او الاستخدامات بتاعه الجرافيتيشنال فورس. لو بصينا هنا كده، قال لي اول حاجه ان هي بتحافظ لي على الاستابيليتي بتاع كوكب الارض. ازاي؟ قال لي بتحافظ ان بيبقى فيه مطر بينزل في وقت معين، بيبقى فيه اي ظواهر طبيعيه بتحصل. اما بالنسبه للتايدز قال لك بتحصل فيها ظواهر برضو، الاوكيرنس بتاعت مين؟ التايدال فينومينال. ايه التايدال فينومينال دي؟ واخدينها قبل كده، ظاهره المد والجزر. قال لي بيحصل برضو البلاك هول اهي. واخر حاجه عندي الاوربيتال موشن. يبقى تاني لما اجي اقول لك قول لي ايه الامباكتس بتاعه الايرث جرافيتي، تقول لي بتحافظ على الاستابيليتي بتاعه الاوبجكت زي الرينفول وكل الاوبجكت اللي بتاثر على الارض. طيب بيحصل ايه؟ الاوكيرنس اوف ذا تايد، الاوربيتال موشن والفينومينال بتاعه البلاك هول. هنشرح كل واحده منهم بالترتيب. اول حاجه خالص هنتكلم على التايدال فينومينال. التايدال فينومينال دي كنا واخدينها قبل كده ان هي ظاهره المد والجزر. قال لك ان هي بتحصل نتيجه للاليفيشن والاسيشن والريسيشن. هنعيد تاني. يبقى تاني تايدال فينومينال قلنا ان دي ظاهره طبيعيه. طب الظاهره الطبيعيه دي فاكرين كانت بتحصل بسبب مين؟ كنا بنقول ان هناك جرافيتيشنال فورس او في جرافيتي ما بين مين ومين؟ كنا بنقول ان هي ما بين القمر والارض. طب الجرافيتي فورس دي كانت بتحصل نتيجه ايه او بيحصل بيها ايه؟ قال ان القمر بيأثر على الارض وبيعمل ظاهره التايدال دي، ظاهره المد والجزر. طب ظاهره المد والجزر دي يعني ايه؟ قال لي ظاهره طبيعيه بتحصل ما بين الارض والقمر بسبب الجرافيتيشنال فورس، وبيبقى فيها عندها الريسيشن والاليفيشن، المد والجزر. هي ظاهرة طبيعية جدا. طيب عايزين نتكلم عنها شوية. طيب هنتكلم دلوقتي على الكاركترز بتاعة التايدز. ايه الكاركترز بتاعة التايدز؟ يعني صفات التايدز. قال لك ان التايدز دي بتحصل يوميا كل 12 ساعة. يعني كل 12 ساعة بتحصل. يعني بتحصل كم مرة في اليوم؟ مرتين، لان احنا قلنا بتحصل مرة كل 12 ساعة، يعني بتحصل كم مرة اليوم في 24 وبتحصل مرتين في اليوم. طب وايه تاني؟ قال ان انا بلاحظ اعلى اليفيشن، اعلى ظاهرة مد امتى؟ قال لي في النيو مون او في الفول مون اهي. يبقى اعلى اليفيشن عندي بشوفه امتى؟ بيبقى هاي امتى؟ في النيو مون او في الفول مون. فيهم مشكله كده؟ يبقى تاني نراجع مع بعض سريعا بقى كل اللي احنا قلناه. احنا قلنا الامباكت بتاعت الجرافيتيشنال فورس، اول حاجه بتحافظ لي على الاستابيليتي بتاعت الرينفول والحاجات اللي بتاثر على الارض. قلنا الاوكيرنس اوف تايدز، قلنا الاربيتال موشن والفينومينال بتاعه البلاك هول. دخلنا على التايدز، قلنا بتحصل نتيجه مين؟ الاتراكشن فورس بتوين المون اند ذا ايرز، بيحصل بسبب الجرافيتيشن اللي موجوده ما بينهم. طب وده بيسبب لي ايه؟ بيسبب لي حاجه اسمها اليفيجن وريسيشن. طب خدنا الكاركترز بتاعه التايدز دي بتحصل ازاي او ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لي ان التايدز بتحصل مرتين في اليوم، كل 12 ساعه مره. طب وتاني حاجه قال لي ان اعلى اليفيشن هوصل له يا اما في النيو مون لما القمر يكون خلاص اختفى، يا اما في الفول مون لما القمر يكون بدر منور في السماء. ده الحاجه الاساسيه اللي ممكن اشوفها فيها. طيب قال لك ايه الاهميه بتاعه التايدز؟ وبعدين هنرجع للاكزامبل الحلو بتاعنا ده. قال لك اهميه التايدز استخدموه في حاجتين. اول حاجه الجنريت الالكتريستي كمصدر الطاقه الجديده، لان نتيجه للمد والجزر الموج عمال يرجع ويقدم يرجع ويقدم، فبيسبب لي الايه؟ الجنريتنج الكتريستي. طب تاني حاجه
قال لك عشان بيحافظ لي على نظافه الميه. لو بتروحوا الشط او حاجه في البحر بتلاقوا ان الموج بيجيب زي ما يقولوا كده يعني تاني، بتلاقوا الموج بيجيب كده الزباله اللي موجوده في البحر والازايز والبلاستيك والحاجات الموجوده دي ويحدفها على الشط بره. طب بتحصل ايه بسبب الموجه؟ اه طبعا بسبب الموجه، بس برضو مين بيبقى ليه عامل مساعد؟ الاليفيشن والريسيشن اللي هي ظاهره المد والجزر، بتجيب الميه من جوه او الزباله اللي موجوده في الميه من جوه تبتدي تطلعها على مين؟ على الشط. طيب انا عندي مين اشهر بقى تايدز ممكن الاحظه؟ قال لي في تايدز مشهور او ممكن الاحظه قوي قوي قوي. اسمه ايه؟ اسمه تايدز ان ذا باي اوف فانداي. فانداي دي في كندا. قال لك يعني ايه؟ قال لك ده هناك المد والجزر ممكن الاحظه لان الفرق ما بين الاليفيشن والريسيشن بيوصل 19 متر. الفرق ما بين مين ومين؟ المد والجزر بيبقى فرق مثلا 19 متر في الاول عن الاخر زي ما انتم باصين كده. يعني هنا كان في ميه عادي جدا، هنا الميه بدات تبدا شويه، هنا الميه كانت عاليه جدا. قال لك الفرق ما بينهم بيوصل بيبقى حوالي كام؟ 19 متر. والرقم عليكم. في مشكله كده؟ طيب ندخل بعد كده على البلاك هول، والظاهره دي مهمه جدا جدا جدا. ايه حكايه البلاك هول ده بقى؟ تعالوا احكي لكم. قال لك ان احنا في القرن العشرين جم شويه علماء حلوين كده اكتشفوا حاجه جديده في الفضاء. اكتشفوا ان في مكان عنده كميه جرافيتي رهيبه اكبر من الارض بمراحل كبيره قوي، لدرجه انه ممكن يعمل اتراكشن للنور، يعني النور يدخل جواه يختفي زي هنا. بصوا شايفين النور عمال يلف مع الجرافيتي ازاي وداخل. قال لك ان اللي بيدخل هنا ما بنلاقيهوش تاني، يعني خلاص ما نعرفش بيروح فين. طب هو ايه البلاك هول ده؟ جه منين؟ قال لك ان المفروض ان احنا بيبقى عندنا نجوم كتير في السماء وفي الفضاء بره كوكب الارض وبره المجره بتاعتنا اصلا. قال لك ان النجوم دي او الحاجات دي بتبقى كبيره قوي في الحجم. المفروض ان بيحصل ما بينهم في جواهم رياكشن ما بين الهيدروجين والهيليوم، على طول في تفاعلات. طيب عندها طاقه عاليه، طب الطاقه دي بدات تقل وبدات تخلص. قال لك النجم ده بيحصل له ايه؟ بوم، بينفجر. طب ولما ينفجر قال لك بيعمل طاقه رهيبه جدا، يبقى عنده قوه جذب رهيبه جدا. بتعمل لي ايه؟ البلاك هول بتعمل لي قوه جذب رهيبه لدرجه ان النور زي ما قلنا ايه ما بيعرفش ايه يعني يهرب منها، لازم بيعدي جواها. وادي التعريف بتاعه، او ادي اللايت كانت اسكيب فروم ات زي ما احنا لسه قايلين. قال لك ان الريجن في السبيس امانس جرافيتي، يعني عندها جاذبيه رهيبه، وبتتكون بسبب مين؟ الكولابس بتاع الماسيف ستار ات ذا اند اوف ذا لايف، يعني بتحصل بسبب نتيجه مين؟ انفجار النجم في اخر حياته زي ما قلت لكم لما خلص الطاقه بتاعته. دي الظاهره بتاعه البلاك هول، وده كل اللي عليك تعرفه فيها. طيب ندخل بعد كده على الاوربيتال موشن. هو يعني ايه اوربيتال موشن يا مس نغم؟ انت ما قلتلهاليش. قال لك الاوربيتال موشن دي عباره عن ايه؟ الحركه اللي بيحصل نتيجه للكيرف باس. يعني ايه؟ يعني فاكرين لما كنت برسم لكم قبل كده زمان في سنه 5 و6، المفروض ان انا عندي لو دي الارض، المفروض مين بيلف حواليها في فيكسد باس؟ كان بيلف حواليها هنا القمر. طب القمر ده كنت بقول على المدار اللي بيمشي فيه ايه؟ اوربت. فكان اسمها اوربيتال موشن. زي الشمس، ادي الشمس اهي، مش كان بيلف حواليها كل الكواكب موجوده في على اماكن متباعده وكل واحد في مكانه اهي، مش هو بيلف؟ قال لك ان المكان بتاعه واللفه بتاعته كان اسمها اوربت لو تفتكروا، فبقول عليها اوربيتال موشن. نمسح اللي احنا عملناه ده. قال لك طيب يبقى معنى كده ان الاوربيتال موشن دي عباره عن ايه؟ قال لي دي روتيشن بتاع الاوبجكت في السبيس اراوند انذر اوبجكت تاني في السنترال بادي بتاعه. زي بالظبط انا كان عندي الشمس والمفروض كل الكواكب بتلف حواليها، صح ولا لا؟ في السنترال بادي بتاعها. طب هي كلها عماله تلف 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 والشمس في النص، معنى ان هي في النص هي في السنتر اهو وكل الكواكب حواليها. طيب معنى كده ان كله بيلف في حركه ايه؟ كيرفد باس، فبنقول عليها اوربيتال موشن اهي. انها كيرفت باص بسبب الجرافيتيشنال فورس. وعشان كده كنا بنقول ان الكواكب ما بتغيرش مكانها وبيحصل اي اتراكشن ما بين الكواكب وحاجه تانية او سوري اللي هي الكوليجن، اي اصطدام ما بينهم بسبب ان الجرافيتيشنال فورس محافظه ان كل كوكب من الكواكب دي بيمشي في مكان ثابت. قال لك اديني اكزامبل على الاوربيتال موشن، ما ادكش اكزامبل واحد، اداك كذا اكزامبل. اول واحد عندك الموشن بتاع الايرث حوالين الصن، ودي لسه قايلها لكم. تاني حاجه الموشن بتاع المون اراوند ذا ايرث. طب تالت حاجه فاكرين ده مين؟ ده الساتلايت. قال لك حركه الساتلايت حوالين الارض برضه. ما هو الساتلايت بيلف حوالين الارض، بيبقى الارض في النص وهو بيلف حواليها في اوربيتال باص اهو. ودي اشكال، نصغر بس الصوره دلوقتي.
اهي ادي الاشكال اهي، دي المون حوالين الارض والارض حوالين الشمس، وهنا الساتلايت اهو. نراجع الجزء اللي فات سريعا قبل ما ادخل في الجزء الجديد. احنا اتكلمنا على اول حاجه خالص، اتكلمت على الفورس، انواع الفورس. خدت عندي فيلد فورس وكونتاكت فورس. الفيلد فورس دي كانت زي مين؟ قلنا زي الجرافيتيشنال فورس، تاني زي الجرافيتيشنال فورس والمagnetic فورس والالكتروستاتيك. طيب الكونتاكت فورس بقى كانت زي مين؟ زي الكولاجين، كانت زي الفريكشن، وكانت زي الالاستيسيتي اللي هي المرونه. طيب خلصنا الجزء بتاع التايب اوف فورسز ده، ودخلنا على ان انا المفروض عندي العالم اسحاق نيوتن هو مين اللي اكتشف ان كل الاوبجكت بيتاثر عليها بجرافيتي، وعشان كده سموا ادوهم يونت بعد كده يونت ادوهم اليونت بعد كده نيوتن بعد موته عشان يخلدوا ذكره. طيب الجرافيتيشنال فورس قلت ان اي اوبجكت في الدنيا بتاثر عليه جرافيتيشنال فورس اللي هي الايرث جرافيتي. الايرث جرافيتي طيب زي الازازه اهي، نفتكرها تاني اهي لما وقعتها قلنا طيب في حاجه بتسحب، في فراغ لسه موجود، مفيش فورس، مفيش كونتاكت فورس، فبقول عليها ايه؟ ايرث جرافيتيشنال فيلد. ايرث جرافيتيشنال فيلد سوري ايرث جرافيتيشنال فيلد. طيب قلت بمثلها عن طريق مين؟ قلنا بمثلها عن طريق ايرث جرافيتيشنال لاينز، وخدنا الديفينيشن، خدنا الديفينيشن بتاع كل واحد فيهم. لحد دلوقتي في مشكله؟ اتمنى ما يكونش في مشكله، وعذرا على صوتي بس خلاص الدراسه بدات فصوتي بيروح على طول. طيب نكمل بعد كده. اتكلمنا على الاستخدامات بتاعه الجرافيتي. هنتكلم على الجرافيتيشنال فورس وقلنا بيأثر عليها ايه؟ قلنا بيأثر عليها الماس والسبيد والديستنس. الماس والديستنس قلنا ان اي اوبجكت عن اي تو اوبجكت عندهم ماس لازم بيأثر ما بينهم فورس. قلنا كل ما الماس زادت الاتراكشن فورس زادت ولا قلت؟ طبعا زادت. طب كل ما الديستانس زادت لا الاتراكشن فورس قلت. وقلنا ان الجرافيتي فورس بتاثر على الاوبجكت بنفس القيمه بس في عكس الاتجاه، وعشان كده قلت ان اي تو اوبجكت عندهم ماس لازم بيكون ما بينهم فورس. نفس الجرافيتيشنال فورس بتاثر عليهم ازاي؟ بنفس الماجنتيود بنفس القيمه بس في عكس الاتجاه. يعني لو بتاثر عليا ب5 كانت بتاثر على القلم ب5 برضو، بس في عكس الاتجاه، القلم كده وانا كده، فعشان كده ما حدش بيتحرك. اتكلمنا بعد كده على الامباكتس بتاعه الجرافيتيشنال فورس، وقلنا ان هي بتحافظ لي على الاستابيليتي بتاعه الارض، بتحافظ لي، بتعمل فينومينال بتاعه التايدز، الاوربيتال موشن والايه والبلاك هول. واتفقنا ان انا عندي التايدز بتحصل بسبب الجرافيتيشنال فورس اللي ما بين الايرث والمون، وبتسبب لي التايدز، والتايدز دي بتبقى عندها elevation وريسيشن. قلنا طيب ان التايدز دي ايه الصفات اللي فيها؟ قال لك اول حاجه ان هي بتحصل مرتين في اليوم، وقلنا ان هي اعلى elevation بلاقيه في النيو مون او في الفول مون. طيب اتكلمنا بعد كده على اهميتها، قلنا ان هي سبب كبير في الجنريتنج الكتريستي، بتولد لي كهرباء. قلت ان هي بتنظف لي الووتر بادي بتاعي، بتنظف لي الميه بتاعتي، وشرحنا ازاي. وقلنا ان اشهر تايد عندي موجود فين؟ في الفانداي في كندا. وبعدين دخلنا على البلاك هول، وقلنا بيحصل نتيجه الماسيف اكسبلوجن اللي هو الانفجار العظيم اللي بيحصل لنجم كبير فقد الطاقه بتاعته لدرجه ان النور مش بيعرف يهرب منه. اخر حاجه خدناها الاوربيتال موشن، وفهمناه لازم يكون الاوبجكت بيلف في اوربت حوالين اوبجكت تاني، ويكون الاوبجكت ده في السنتر. كده احنا خلصنا اول جزء في الدرس. اتمنى تكون الدنيا فيه مفهومه ولذيذه عشان تعبت فيه قوي بصراحه. لا ان شاء الله الدنيا تبقى مفهومه ولذيذه، وزي ما قلت لكم لو في اي سؤال او اي حاجه ابعتوا لي هنحلها مع بعض على طول عشان ما فيش حاجه تتراكم علينا. طيب اشرح بعد كده الطيب بتاع الفيلد فورسز ان هيليوم. قال لك يعني عايزه اشوف نوع القوه اللي موجوده في ذره الهيليوم بتاعتي. المفروض ان انا عندي الالكتروستاتيك والالكتروستاتيك ريبالشن والاتراكشن والحاجات دي. ايه دي ذره الهيليوم بتاعتي اهي. قال لك ان الالكتروستاتيك اتراكشن، يعني الالكتروستاتيك اتراكشن قوه الجذب بتحصل ما بين مين ومين؟ ما بين طبعا البوزيتيف تشارج اللي هي البروتون، وما بين النيجاتيف تشارج اللي هي الالكترون، الاثنين قد بعض اهو. ده السبب في الالكتروستاتيك اتراكشن عادي. طيب الالكتروستاتيك ريبالشن يعني اللي بيبعدوا عن بعض اكيد التو بوزيتيف تشارج او التو الكترون اللي هما التو نيجاتيف تشارج. يبقى لما اقول لك ايه الالكتروستاتيك ريبالشن فورس هتقول لي اما في التو هيليوم اتوم يا اما نيجاتيف تشارج الكترون يا اما بوزيتيف تشارج بروتون.
طب الجرافيتيشنال فورس قوه الجذب في الاتوم نفسها عباره عن ايه؟ قال لي قوه الجذب بتبقى اقل حاجه خالص بين حاجتين، بين النيوكليوس نفسها والالكترون، ما بين النيوكليوس ومين؟ والالكترون. ادي النيوكليوس اهي، الجرافيتيشنال فورس بتبقى ذا ويكست، اضعف حاجه ما بين مين ومين؟ ما بين النيوكليوس والالكترون اهي، ما بين النيوكليوس and each one of the electron which is the weakest force. weakest gravitational force، الفورس ما بينهم ضعيفه جدا، قوه الجذب بينهم ضعيفه جدا. ازاي مستغرب هو بيلف حواليها؟ ما احنا اتفقنا بسبب وجود مين؟ البوزيتيف بروتون اللي جواها. لكن الجرافيتيشنال او الفورس اللي موجوده ما بين النيوكليوس والالكترون كبيره، لا قال لي دي اضعف حاجه. ندخل نكمل باقي في relation between الويت and gravity. ندخل بعد كده في الجزئيه الجديده نتكلم بقى شويه عن الريليشن ما بين الويت والجرافيتي. ايه علاقه الويت والجرافيتي؟ بس قبل ما اتكلم، ايه علاقه الويت والماس؟ ايه الفرق بين الويت والماس؟ انا ويت يعني وزن وماس يعني كتله. ايوه يعني ايه يا مس نغم؟ احنا طول عمرنا بنسمع الكلام ده بس مش فاهمينه. يعني انت لما بتروح للراجل بتقول له وزن لي مش عارفه، شوف لي الحاجات دي وزنها كام، الويت بتاعها كام. طب هو الكلام ده صح قال لك غلط؟ المفروض ان الوزن بتاعي او الحاجه اللي انا ببقى عايزه اعرف الماس بتاعتها دي، ما ينفعش اقول عليها وزن، بقول عليها ماس. ودي بتقيس لي كميه الحاجه اللي جوه الماده بتاعت الاماونت بتاع الحاجات اللي جواها دي. يعني لو انا جبت السوسته الحلوه بتاعتي دي، انا عايزه اعرف هي كام جرام او كام كيلو جرام، مش هقول له عايزه الويت بتاعها، انا عايزه اقول له الماس بتاعها، احسب لي الماس بتاعتها قد ايه. هيقول لي ماشي، انا هحطها على الميزان واشوف كميه الماتر اللي جوه الاوبجكت دي قد ايه، هو ده الوزن بتاعي او هو دي الماس بتاعتي اللي هي مثلا ايه 2 كيلو جرام وات ايفر. طب ال 2 كيلو جرام دي عباره عن ايه؟ قال لي دي كميه الماده اللي جوه الحديد دي، هي دي بالظبط الماس. طب هو ايه الويت ده؟ ايه الويت ده؟ انت بتقولي ان الويت ده حاجه والماس دي حاجه. ايوه، قال لك الويت ده بيقيس لي كميه الجرافيتي او الجرافيتيشنال فورس اللي بتاثر على الاوبجكت. يعني لما اجي اقول لك انا عايز احسب الويت بتاعي، مش بقول لك انا عايز احسب وزني اللي هو اقول لي انا 80 كيلو ولا 90 كيلو ولا 70 ولا وات ايفر، لا انا عايز اعرف الجرافيتيشنال فورس بتاثر عليا انا كاوبجكت ازاي. قال لك طيب كل اللي علاقه ببعضه. قال لك طبعا احنا الويت، مش احنا اتفقنا ان الويت ده عباره عن جرافيتيشنال فورس؟ قال لك عشان كده بقيسه بنيوتن زي ما احنا قلنا، ادينا النيوتن ده بالنسبه للعالم. طب والماس دي طبعا بنقيسها بالكيلوجرام. طب هو انا اصلا الجرافيتيشنال فورس دي بقيسها بايه؟ قال لي بحاجه اسمها سبرينج سكيل. سبرينج سكيل او نيوتن ميتر، يعني يا اما اداه نيوتن او السبرينج سكيل اللي هو وحده قياس برضو. قال لك ان انا لو حطيت هنا 1 كيلو جرام وهنا في نيوتن، قال لك ان المفروض اني لما الاقي الماس 1 كيلو جرام لقيت ان الويت بتاعي كام؟ 10. قال لك طيب لو انا خليت ده 2 كيلو، قال لك هلاقي الرقم هنا 20، فلما الماس بتساوي 2 كيلو جرام هلاقي الويت بيساوي 20 نيوتن. طيب قال لك لو لقيت دي 3 كيلو جرام يبقى دي 30 نيوتن. قال لك طيب ادي الماس اهو بيساوي 3 كيلو جرام والويت بيساوي 30 نيوتن. قال لك طب مثلها لي بجراف. لو انا حابه امثلها بجراف اهو، دي هنمثل هنا الويت، والويت رمزه دبليو 10 20 30، وهمثل الماس هنا 1 2 3. قال لك لما كان الماس بواحد الويت كان ب10 اهو. طب لما الماس كان ب2 الويت كان ب20 اهو. طب ما الماس كان ب3 كان الويت ب30 اهو. انا عايزه اعملها كجراف. قال لك وصل النقط اهي كلها اتوصلت ببعض. قال لك معنى كده ان الريليشن ما بين الماس والويت دايركت ولا انفرس؟ بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض ولا واحد بيزيد واحد بيقل؟ قال لك لا، ده بيزيد مع ده كان 1 بقى 10 2 بقى 20 3 بقى 30، يبقى ده لما ده بيزيد ده بيزيد، يبقى الماس بتزيد يبقى الويت بيزيد. بصوا لي كده على الكونكلوجن دي ايه. قال لك ان الويت بتاع الاوبجكت بيزيد كل ما الماس بتزيد. قال لك طيب انا عايز احسب الويت بتاعي. قال لك ان الويت ليه علاقه. ايه العلاقه دي؟ قال لك ان الويت ايكوال الماس في الجرافيتيشنال فورس. تاني، الويت ايكوال ماس في الجرافيتيشنال فورس او جرافيتيشنال انتنسيتي. طب الجرافيتيشنال انتنسيتي دي رمزها جي.
قال لك طب يعني ايه مش فاهم؟ قال لك يعني لما اقول لك احسب لي الماس بتاعت حاجه والويت بتاعت حاجه لازم تكتب لي القانون ده. قال لك ان الجرافيتيشنال دي تقريبا ابروكسيمتلي بتساوي 10 نيوتن بير كيلو جرام. يعني ايه؟ قال لك ان كل ما الماس عندك ده معناها ان كل ما الماس كانت ب 1 كيلو جرام كان الجرافيتيشنال فورس اللي بتاثر على الاوبجكت 10، وعشان كده قلنا ان هي 10 نيوتن بير كيلو جرام. يبقى لما اقول لك الجي دي دايما هو لازم هيديك الرقم، بس انت خليك عارف ان هي غالبا بكام؟ ب 10. طيب راح مديك القوانين بتاعتنا اهي، نقلب شويه ايه ماس. قال لك لو انت دلوقتي بتسأل على الدبليو هتقول لي بتساوي ام في جي، طب بتسأل على الام هتساوي دبليو على جي، طب بتسأل على جي دبليو على ام، دبليو ديفايدد ام. طب نشوفها في قوانين او في اسئله. ركز معايا كده عشان هنحل سؤالين تاني مع بعض. بيقول لك اول حاجه calculate the weight of object whose mass equal 50 كيلو جرام. عشان اعرف احل اي سؤال صح لازم اطلع نوتس بره. ادي هو بيقول لك ايه 50 كيلو جرام يعني مين؟ ماس. ادي الام equal 50. قال لك وgiven that the Earth's gravitational field is 10 يبقى الجي equal 10. هو عايز مين؟ الدبليو. هتقولي سهله يا مس نغم، الويت equal mass divided جي multiply الجرافيتيشنال equal 50 multiply 10 equal 500 نيوتن. طب نحل اللي بعديها لوحدنا بقى. calculate the mass. او قال لك ايه عايز الماس، يبقى انا هحط جنب الماس question mark مش معايا. قال لك الويت 245 نيوتن، ادي الويت اهو 245. قال لك وخليك عارف ان جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي 10، ادي اهي. طيب احنا عندنا القانون بيقول ان الدبليو ايكوال ام ملتبلاي الجي. انا عايزه مين دلوقتي؟ عايزه الام، يبقى هتقول لي سو اللي هي كده الام ايكوال دبليو ديفايدد الجي اللي هي ايكوال كام؟ 245 divided 10. لما نعمل لها divided هتلاقيها كام؟ 24.5 كيلو جرام. طيب ندخل في اللي بعده. calculate the weight of object. يبقى الويت عليها question mark. الماس equal 50 جرام. الماس equal كام؟ 50 جرام. knowing that Earth's gravitational field is 10 كيلوغرام نيوتن بالكيلو جرام. ركز بقى عشان دي فيها تريك. ما ينفعش اليونت اشتغل بيونتين مع بعض، ما ينفعش. يبقى لازم احول الجرام دي لكيلو جرام. طب هو الجرام لما بيتحول هو اصلا الكيلو جرام فيه كام جرام؟ 1000 جرام. قال لك طب انا عايزه احول الجرام دي لكيلو جرام، هعمل لها ايه؟ هعمل لها ديفيجن. يبقى هتقولي اول حاجه ان الماس equal 50 divided 1000 equal كام؟ 0.005 كيلو جرام. سوري 0.05 بس، 0.0005 كيلو جرام. طيب انا بقى عايزه الويت. هتقول لي ان الدبليو ايكوال ايه؟ ام ملتبلاي جي ايكوال 0.005 هتساوي ايه؟ 0.05 ملتبلاي 10 ايكوال كام؟ 0.5 نيوتن. calculate the Earth's gravitational pull on an object with mass of 20 كيلو جرام. معنى كده بيقول لك قوة سحب الاوبجكت ده كانت عايزك تحسبها. طب اللي هي طبعا مين؟ الويت. قال لك ان الماس ايكوال 20 كيلو جرام ومديك ان جرافيتيشن انتنسيتي ايكوال 10. حلناها كذا مرة. انتوا اللي هتقولوا لي القانون W ايكوال M ملتبلاي G. طيب انا عايزه الدبليو. هتقول لي ان الدبليو ايكوال الام اللي هي ب 20 ملتبلاي جي اللي هي ال 10 ايكوال 200 نيوتن. في اي مشكله كده؟ طيب ده بالنسبه للعلاقه ما بين الإيرث الجرافيتي والويت. قال لك لا انا دلوقتي عايز اعرف العلاقه ما بين الويت بتاع الاوبجكت والجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي عليه. يعني ايه الكلام ده؟ بالراحه بقى. يعني معايا هنا في الصوره لما اجي اقول لك دلوقتي ان انت عندك التو اوبجكت دول او التو باديز دول، واحد على القمر، مش انا، القمر العادي، واحد على الإيرث. قال لك لو ده وزنه 80 كيلو جرام، سوري الماس بتاعته 80 كيلو جرام والويت هنا 784، وده نفس الماس بتاعته 80 كيلو جرام
والويت بتاعه الرقم ده 130.6 نيوتن. هو ليه الماس ثابت والويت اللي اتغير؟ قال لك ان الماس دايما بيبقى كونستنت، الويت هو اللي بيتغير. ليه؟ لان احنا قلنا ان الماس ده عباره عن الاماونت اوف ماتر اللي هو بيحتويه، وده ما بيتغيرش سواء هنا سواء في المريخ سواء على القمر في اي مكان في العالم، هو ثابت ما بيتغيرش. لكن احنا قلنا ان الويت ده عباره عن ايه؟ الفورس اللي بتشد بيها الايرث الاوبجكت اللي هو الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي، القوه بتاعتها، ودي بتختلف من كوكب لكوكب او من مكان لمكان. وهي دي الاجابه اهي. because the mass in the amount of matter it contains, while the weight it changes due to the difference in the gravitational field intensity. طب قال لك ان الإيرث's gravitational pull object is greater than the moon. ليه؟ الإيرث's gravitational pull بتاعت الأوبجكت بتبقى أكبر من قوة الجذب بتاع المون. قال لك لأن الجرافيتيشنال أصلا فيلد أو جرافيتيشنال فورس على المون بيساوي 1 divided 6 الجرافيتي بتاعت الأرض، وطبعا الويت يعني يبقى الويت على الأرض أكبر من الويت على القمر أهي. because the gravitational field of the moon is 1 divided 6 the Earth's gravitational field. آخر حاجة عندي قال إن ال weight of the body increase as you approach the Earth's center. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي ان كل ما بوصل او بقرب من السنتر بتاع الايرث بيبقى الجرافيتي بتاعتي بتزيد، وكل ما ببعد الجرافيتي بتقل. ده طبيعي لان احنا عم خلاص احنا بنبعد عن الجرافيتي بتاعتي، بطلع للسبيس اللي ما فيهوش جرافيتي اصلا. يبقى لما اجي اقول لك احنا ليه الويت بتاعنا في السبيس بيبقى زيرو، هتقول لي because there is no gravity، ما عنديش جرافيتي. طب ليه لما اجي اقول لك استنى هفتكر الويت بتاع الاوبجكت تشينج فروم بليس تو انذر، الويت بتاع الاوبجكت ده بيتغير من مكان لمكان. هتقول لي due to the difference in ايه؟ in gravitational field intensity، تبع للمكان اللي هو فيه، لان الجرافيتي بتختلف من مكان لمكان. يبقى because the gravitational field intensity change from place to another او from planet to another، اي حاجه اللي احنا لسه شارحينه. اول حاجه هو الويت بتاع البادي انكريز يو ابروتش يور سنتر بسبب الانكريز في الايرث's جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي. طب ليه الويت بتاع الاوبجكت في الاوتر سبيس بيبقى زيرو؟ عشان ما فيش جرافيتي في الاوتر سبيس. طب ليه الويت بتاع الاوبجكت بيتغير من بلانيت لبلانيت تو بلانيت؟ عشان احنا قلنا ان الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي بتتغير من بلانيت لبلانيت. طيب خلينا نكمل الجدول ده مع بعض. اول حاجه احنا قلنا اليونت بتاعه الماس ايه؟ كيلوجرام. طب بتاعة الويت نيوتن. طيب اللو بتاع الماس ان الماس equal weight divided gravity. طب الويت تقول لي الويت equal mass multiply الجرافيتي. change من magnitude while changing object position، يعني لما الاوبجكت البوزيشن بتاعه بيتغير، مين فيهم اللي بيتغير؟ طبعا الماس ثابته، فهتقول لي constant magnitude. لكن الويت لا طبعا، تقول لي different من بوزيشن لبوزيشن، بيختلف من مكان لمكان تبعا لمين؟ للايه؟ للجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي. شويه ابلكيشنز بيطبق عليهم، او بيقول لك ان الماس بتاعت الاوبجكت اون ذا مون سيرفيس از 30 كيلو جرام، عايزك تحسب الويت اون ذا ايرث سيرفيس. طيب احنا اتفقنا ان الويت بتاع المون بيساوي 1 divided 6 من الويت بتاع الايرث، دي احنا متفقين عليها. طيب بيقول لك ان الماس بتاعت الاوبجكت على المون 30 كيلو جرام، عايزك تحسب الويت على الايرث سيرفيس. هو الماس بتتغير؟ لا، يبقى الماس ثابته، فهتقول لي ان الويت ايكوال ماس ملتبلاي الجي اللي هي ايكوال كام؟ 30 ملتبلاي 10 ايكوال 300 نيوتن. طب المونز سيرفيس، عايزك تحسب الويت على المون سيرفيس. هو نفس الكلام، هي الماس اتغيرت؟ لا، بس احنا اتفقنا ان انا عندي الجرافيتي هي اللي اتغيرت، فمش هينفع اضرب في جي الطبيعيه بتاعتي. امال هعمل ايه؟ مش انا جبت الويت دي اهي، هضربها في 1 ديفايدد 6 اهي. هتقول لي ان المونز جرافيتي ايكوال 1 ديفايدد 6 على الارض، يبقى 1 ديفايدد 6 ملتبلاي 300 15 يبقى ايكوال 50 نيوتن. ودي الإجابة اهي. ندخل على واحدة تانية.
بيقول لك ان اوبجكت ماس ايكوال 60 كيلو جرام. ادي الماس هي 60 كيلو جرام. on the moon calculate its weight on earth's surface. برضو احنا اتفقنا ان الماس ثابته، فهتقول لي ان الويت ايكوال ماس ملتبلاي جي. 60 ملتبلاي 10 ايكوال كام؟ 600 نيوتن. طب عايز المون سيرفيس، قال لك طيب حلو جدا، الويت on the moon equal 1 divided 6 الويت on earth. لازم اكتب القانون، لازم اكتب الرول، اهم حاجه باخد عليه درجات. فهتقول لي equal 1 divided 6 multiply 600 equal 100 نيوتن. اللي بعده calculate the mass of object on the moon. عايز الماس على المون. لما تعرف ان الجرافيتيشنال بول on it 980 نيوتن، يبقى الويت بتاع الايرث equal 980 and earth's gravitational field والجي عندي equal 10. طيب انا اجيب الماس الطبيعيه بتاعتي عادي، هنقول ان الماس equal W divided الجي equal 980 divided 10 equal 98 كيلو جرام. طب هي الماس بتتغير؟ لا، الماس هنا هي الماس هنا، جبتها. اللي بعده لو الويت بتاع الاوبجكت والمون سيرفيس ايكوال 600 نيوتن، ادي الويت بتاع المون equal 600. Then the measure of the force the earth's gravitational acting on this object equals كام؟ احنا اتفقنا ان الويت اوف مون equal 600. طب يا مس نغمة احنا عندنا قانون بيقول لي ان الويت on moon equal 1 divided 6 الويت of earth، صح؟ طب انا دلوقتي عايزه دي، هتقول لي بقى ان الويت of earth equal كام؟ 6 multiply الويت بتاع المون، يعني هتساوي 6 multiply 600. لما نحسبها هتساوي 3600 نيوتن. وده كان اخر حاجه عندي في الدرس الرابع. اتمنى نكون فهمناه، اتمنى نكون مصورين البي دي اف وقاعدين بنذاكر فيه واحنا شغالين. اتمنى نحل الواجب كله عشان هينزل فيديو حل الواجب والامتحان نحلهم صح. لو في اي استفسار او اي حاجه ابعتولي. اسفه على صوتي بجد، بس بجد الاحوال الصوتيه عندي في ذمه الله. اشوفكم على خير يا رب. كده خلصنا من التوب، نجهز بقى عشان في امتحان محترم هينزل لنا، لازم نبقى حلينه كويس قوي 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 قوي. وربنا معاكم، ولو فيها استفسار انا معاكم، هتلاقوا كل الحاجه على المنصه، ابعتولي عليها. اشوفكم على خير يا حلوين.